حبيت النهاردة أعمل فطاير بالجبنة. حبيت كمان أضرب أكتر من عصفور بحجر واحد، يعني لجوع آخر الليل، وكمان لسندوتشات المدرسة والفطار الصبح. حاجة كده يعني إيه، 3 في 1 زي ما بيقولوا. لقيتهم بقى طبعًا إحنا عاوزين ناكل حاجة جديدة، إحنا زهقنا من سندوتشات المدرسة، إحنا، فدخلت عملت لهم النهاردة الفطاير دي، قُلت تعجب بقى إيه، آآ الفطار والعشا وجوع آخر الليل، واللي بيذاكر مع كوباية شاي بلبن هتبقى حلوة أوي. يعني حاجة كده إيه، لذيذة وخفيفة وطرية، وهتعجبهم إن شاء الله، وهتعجبِك لو عملتيها بإذن الله. ومقاديرها موجودة في كل بيت، وما اشتريتش حاجة من برّه، وما اتكلفتش أي حاجة. هنا عندي كيلو دقيق، حطيت عليه كوباية من اللبن البودرة، أي نوع لبن بودرة عندِك، ما تكلفيش نفسِك أكتر من طاقتها يعني، وعليها ربع كوباية سكر خشن، سكر عادي يعني. وعندي الخميرة، حطيت معلقتين من الخميرة على الكيلو. انت ممكن تقللي الكمية يعني تنصفي الكمية، وهتنصفي كمان معاها المقادير كلها والمكونات كلها. حطيت معلقتين خميرة زي ما قلتلك، وعليهم معلقة من البيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من الملح، ودي مهمة برضو، اوعى ننسى الملح في أي خبيز أو أي عجين. وعندي كوباية من الزيت اللي عايرت بيها اللبن، هعاير بيها الزيت، كوباية زيت. وعندي كمان المية هنا، كوبايتين مية، بس أنا هادي الأول كوباية واحدة، والكوباية التانية هنزلها وأنا بعجن أو العجان شغال، وهي بالتدريج، هنزلها بالتدريج مش مرة واحدة، لأن الدقيق بيختلف من مكان لمكان ومن نوع لنوع. فأنا أحسن لي يعني إن العجينة تحتاج مية أحسن ما تحتاج دقيق، عشان المكونات والمقادير تطلع مظبوطة معايا. هنزل المية بالتدريج واحدة واحدة على مهلي، لغاية ما تربط معايا وتديني عجينة طرية وناعمة ومتماسكة، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. لو وصلت لغاية هنا معايا في الفيديو، يا ريت تشتركي معايا في القناة وتفعل الجرس وتديني لايك وشير. خلاص كده تمام. أنا بعد كده هفضل أعجن كده فيها، ولو احتاجت مية أنزل لها واحدة واحدة. تعرفي منين العجينة اتظبطت؟ لما تلاقي العجانة نطفت من كل العجين من الجوانب. شايفين المطة دي؟ كده معناها ان هي بقت تمام. حاططها في بولة تخمر براحتها على حسب درجة حرارة المطبخ. وبعد كده أول ما تخمر هروح منزلاها على طول وهبدأ أشتغل فيها. الموضوع سهل جدا وبسيط، كل اللي فيها ان احنا بنفكر ان احنا نريح نفسنا، ونلاقوا حاجة موجودة، بدل ما تتعبي نفسك وتقفي تعملي فطار وتقفي تعملي عشاء وتقفي تعملي مش عارفة ايه. لا، هي مرة واحدة، يعني صنف واحد يمشي على كل الألوان. وممكن تحشيها أكتر من حشو، يعني مش شرط جبنة، انت شوفي بيحبوا ايه حسب ما بيحبوا ولادك. أنا عملت هنا رولين من العجينة عشان أعرف أشتغلها يعني. وأول رول قسمته قطع كده عشان أكورها، واللي عملته في الأول هعمله في التاني برضو. هعملها كده رولات، رول كده طويل، وهبدأ إن أنا أقطعه قطع متساوية عشان أكورها. أبدأ أكورها كده وأشيلها على جنب. وأهم حاجة بعد ما أخلص، أو يعني أكور كله وأخلصه يكونوا متساويين يعني في نفس الحجم، أبدأ إن أنا أغطيها. لازم العجينة ترتاح بعد كل شغل فيها عشان تديني نتيجة كويسة جدا. كل ما أريحها هتديني نتيجة كويسة وتفرد معايا بسهولة. هغطيها شوية بفوط المطبخ كده لمدة 10 دقايق، مش أكتر من كده، بس ترتاح. بعد كده أول واحدة عملتها أطلعها وأستخدمها. شايفين بتتفرد معايا بسهولة إزاي؟ مش محتاجة معايا فردة خالص. وأي نوع حشو بقى عندك، جبنة، نوتيلا، مربى، عجوة، اللي بتحبيه. أنا مش هقولك حاجة معينة تحشيها. أنا كان عندي جبنة وأنا ولادي بيحبوا أوي الجبنة، فعملت الحشوة دي. وتضغطي عليه كده قبل الطرف بشوية، تضغطي عليها تديك الشكل الجميل ده. وترصي طبعا في صينية الخبز كله مع بعضه. طبعا أنا هخلص الكمية كلها وهيبقى زي بالظبط دي.
أسيبها تخمر شوية، وهابدأ إن أنا أنزّلها وأجيب فرشة بشوية لبن وأدهنها بيها. أنا الفرن عندي شغال على 280 وسخن جدًا، لإن الفطاير بتحب الفرن يكون سخن يا جماعة. اوعي تكون الفرن بتاعِك مش شغال أو مطفي وتشغّليه ساعة ما تدخّلي الفطاير، مش هيدّيكِ النتيجة اللي أنتِ عاوزاها. لازم الفرن يكون شغل يعني سخن جدًا، 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 وتدخّلي الفطاير بعديها. أنا دهنتها هنا بشوية لبن، وهارُش عليها شوية سمسم وحبّة البركة، عشان بس تدّيني منظر حلو، وكمان مفيدة لينا. حبّة البركة دي جميلة جدًا، ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعني يا ريت ندخّلها في كل أكلنا وكل مخبوزاتنا، مش هنحتاج والله أي حاجة غير كده يعني، سبحان الله. هادخّلها الفرن طبعًا، أول ما تدّيني لون أحمر من فوق ومن تحت كده ويبقى شكلها جميل، هاطلّعها على طول. ما اصبرش عليها يا جماعة وما اقولش لسه قدّامها شوية. هي بتاخد على الأقل ما ف يعني يعني أقصى تقدير 15 دقيقة، وده لو فرنِك أنتِ هادي يعني، لكن لو فرنِك كويس ومعتدل هم 12 دقيقة بالكتير هتطلع معاكِ زي الفل، والنتيجة هتعجبِك جدًا، جدًا، جدًا. هادخّلها الفرن دلوقتي، ودلوقتي طلعت من الفرن، وده شكلها جميلة جدًا وشكلها شهي أوي، أوي. هاعمل إيه، أول حاجة هاعملها إن أنا هاغطّيها. إحنا اتعودنا إن لمّا يطلع المخبوزات من الفرن لازم تتغطّى علشان ما تنشفش منّي، وتفضل طرية لغاية ما استخدمها ولغاية آخر واحدة ما تخلص فيها، ودي النتيجة. أنا هنا قدّمتها، شكلها شهي جدًا وجميلة جدًا، وكمان فيها يعني كل حاجة مغذية. شايفين طراوتها وشكلها ولونها من ورا ومن قدّام جميلة، جميلة، جميلة. حتى لمّا نقطع منها كده قطنية وحلوة وهشة، والحشوة فيها لذيذة جدًا. يا رب تعجبِك الوصفة وتعمليها وتكتبي لي في الكومنتات رأيِك فيها إيه، وإن عجبِك الفيديو النهارده تعملي لايك وشير، وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس، وأشوفِك على خير في فيديوهات تانية كتير، كتير، كتير إن شاء الله. وما تنسينيش بدعوة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.